السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فأنت لها ربي ولكل كرب عظيم. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد، أمير المؤمنين عمر والقبطي. جاء رجل قبطي من مصر إلى المدينة المنورة باحثا عن أمير المؤمنين عمر. أين أمير المؤمنين؟ إنه هناك. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم. فقال له عمر: استعدت بمعاد ولذت بملاذ، فاجلس وتحدث. يا أمير المؤمنين، سبقت محمد بن عمرو بن العاص واليك على مصر، فسبقته فجعل يضربني بالصوت على وجهي ويقول: أنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين، كيف تسبق ابن الأكرمين؟ فقال عمر: إلي بورقة حتى أكتب إلى العاص بن العاص. وكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن اقدم إلي مع ابنك. ارتعب عمرو بن العاص من دعوة الفاروق له ولابنه. أما القبطي فقد نزل في ضيافة عمر حتى يصل عمرو بن العاص. ولما وصل عمرو وابنه إلى المدينة قال عمر: أين المصري؟ نعم يا أمير المؤمنين. فسأله: ماذا فعل بك محمد ابن عمرو بن العاص؟ جلدني بالصوت على وجهي يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: دونك الدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين. والدرة هي عصا كان يتوكأ عليها أمير المؤمنين. فجعل القبطي يضرب بالدرة وعمر يقول له: اضرب 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 ابن الأكرمين. فلما انتهى من ضربه قام عمر بن الخطاب ورفع العمامة عن رأس عمرو بن العاص وقال للقبطي: أجلها على صلعة أبيه. يا أمير المؤمنين، إنما الذي ضربني محمد وليس أبيه، وقد اقتصيت منه. فقال عمر: إنما ضربك بسلطان أبيه، لعمري لو أنك ضربته ما منعتك. ثم قال لعمرو بن العاص: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني، وإلا لكنت نصرته. رضي الله عنك أيها الفاروق يا أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، ولكن لا نبي بعدي. حكمت فعدلت، فأمنت فنمت،
أتعبت الخلفاء والأمراء بعدك يا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يا أبو العيال ونصير المظلومين. وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين فقل مات عمر. رضي الله عن عمر بن الخطاب وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.